في هذا الفيديو نقول لك شي هضره اللي ما غاديش يقولها لك شي استاذ، حيت انا دزت من المرحله اللي كدوز منها انت دابا، من واحد زرك في الفلسفه لواحد تشرحها للناس والحمد لله كيفهموا. علاش ما كنتش لاقي من الاول اللي يشرح لي بواحد الطريقه اللي مبسطه ويبين لي بان هذا الشيء راه ساهل، راهي فقط انا اللي ما كنديرش اولا المجهول، ثانيا كلشي كان تعقد عليا الفلسفه. وهذا الشيء اللي غادي نوريك اليوم ان شاء الله بان الفلسفه راه ساهله جدا. انا نعطيك بالضبط كيفاش توجد لها. دابا الا بغيتي تنوض تراجع الفلسفه اشنو غادي خصك دير واشنو غادي تحتاج خطوه بخطوه، خاصك يتبع معايا حتى الاخر باش النهار ديال الوطني ان شاء الله تحط قدامك الورقه ما تدور لا هنا لا لهي. عرفتي هذاك المجتهد اللي تحط ليه الورقه تيهبط عليها ما باقيش تينوض؟ الا تبعتي معايا مزيان هادشي اللي تنقول لك وطبقتيه غتكون هو انت هذاك الشخص نهار الوطني طيح على الورقه ما باقيش غادي تنوض. كلشي هنا واخا تكون انت دابا غبي في الفلسفه ما تفهم فيها والو، 5 دقائق الا تبعتي معايا وعطيتيني عقلك حرفيا ممكن تبدل لك حياتك، حيت هذيك النقطه ديال الفلسفه ممكن تنجحك وممكن تسقطك. ونزيدك في هذا الفيديو ان شاء الله عاوتاني غادي نحلوا واحد المشكل عويص جدا اللي هو ديال التعبير. انا ما تنعرفش نعبر اشنو خاصني ندير، حيت شحال من واحد تيقول لك انا عندي قوله ولا سؤال فيه سطر واحد، كيفاش بغيتيني نخرج منه 3 ديال الاوراق. المهم بلا ما نطول عليك الفيديو غادي يكون مقسم لجوج ديال الاجزاء، الجزء الاول اشنو غادي نحتاج والجزء الثاني اشنو غادي ندير بهذاك الشيء اللي غادي نحتاج. نبداو على بركه الله. اشنو غادي نحتاج؟ تحتاج الاقوال ديال الفلاسفه اهم حاجه، تحتاج المقدمات، تحتاج المصطلحات، وغادي تحتاج المنهجيات بثلاثه صافي بكل بساطه. هادشي كله اللي غادي تحتاج انا عاطيه لك في الفيديوهات اللي كنشرح فيهم الدروس الا المقدمات. دابا هذاك الشيء اللي غادي نحتاجوها هو مشى 4 ديال الحوايج. دابا غادي نشوفوا اشنو غادي نديروا بهذا الشيء اللي غادي نحتاجو. اول حاجه غادي دير هي غادي تشد الاقوال ديال الفلاسفه من الفيديوهات اللي كنحط، من الاحسن فاش تنقلهم تعاود تكتبهم بالطريقه ديالك وتبدلهم شي شويه في الاسلوب، وراه ساهل جدا تبدل. انا غادي نعطيك مثال، نشد واحد القول عاطيه لك انا وغادي نبدلوه وغادي تقول لي نيت والله الا هذا الشيء اللي ساهل. الفيديو الاول اللي شرحنا فيه مشروعيه الدوله وغايتها كان معنا باروخ سبينوزا، قلنا في القول ديالو ما كان ارهاب الناس والسيطره عليهم الغايه الاساسيه من وجود الدوله، فحسب ما يرى الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا فان الغايه الاسمى من وجود الدوله هي تحقيق الحريه والمصلحه العامه للافراد وكذا ضمان حقوقهم الطبيعيه كالامن والحريه. هذا القول اللي عندنا في الفيديو. انت الا بغيتي تبدل فيه ممكن تقلبي الجمل وانت بدلتي. ممكن تبدا انت مثلا بيرى الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا ان الغايه الاسمى من وجود الدوله هي تحقيق الحريه والمصلحه العامه للافراد لا ارهاب الناس والسيطره عليهم، وها انت بدلتي ولخصتي في نفس الوقت واخا هو اصلا ملخص. ولا عاوتاني ممكن تبدا بان الغايه الاسمى من وجود الدوله حسب ما يرى الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا هي تحقيق الحريه والمصلحه العامه للافراد وكذا ضمان حقوقهم الطبيعيه كالامن والحريه لا السيطره عليهم وارهابهم. لعبنا بالكلمات والجمل اللي عندنا وحنا مهنيين واش حالات غش واش لا يكتبوهم بزاف ديال الناس. احسن حاجه هي تكتب بالاسلوب ديالك تتمشي مهني المصحح تحط لك واحد النقطه زوينه. دابا غادي ندوزو للخطوه الثانيه، اش غادي نقلوهم ونكتبوهم بالاسلوب ديالنا في الوسخ. تشد واحد الدفتر تكتب فيه العنوان كبير ديال الدرس الفوق ديال الورقه وتكتب لتحت بالستيل الاحمر ولا الاخضر اقوال الفلاسفه، وغادي تنقل الاقوال بواحد الطريقه زوينه ومنظمه. تشد المفاهيم ممكن تبدل فيهم ممكن لا، تمشي للدفتر تحت من الاقوال تكتب المفاهيم وغادي تنقلهم حتى هما بخط زوين ومفهوم. المقدمات تقلب عليهم في جوجل، تهز شويه من عند هذا وشويه من عند هذا وغادي تصاوب المقدمات ديالك، دير فيها تعريف صغيور ديال المزوع مثلا ديال الوضع البشري وغادي يكون هذا هي واحد ما تتبدلش. تشوف تعريف صغيور ديال كل مفهوم والمحور اللي قلتي عليه هو هذا كاين شي جمله صغيره باش تشير بانك عرفتي باننا راه تنهضروا على هذا المحور. والمقدمات واجدين حتى هما غادي تكتبهم لتحت بواحد الشكل زوين ومنظم. دابا اهم خطوه هي المنهجيات، عاد التطبيق هو كلشي. تشد هذاك الدفتر اللي عندنا اللي كاتب فيه كلشي ملخص زوين وغادي تحطو حداك. تختار واحد الدرس مثلا مشروعيه الدوله وغايتها، تشد واحد الورقه خاويه وتقلب على شي وطني في مشروعيه الدوله وغايتها. وباش ما تقلبش بزاف وباش نسهل عليك المأموريه تشوف الامتحان الوطني 2018 للشعب العلميه راه فيه قوله على مشروعيه الدوله وغايتها. اش غادي تجبد هذا الوطني غادي تكتب المصري ومحمد في يوتيوب وحدها الفلسفه، غيطلعوا عليك هاد جوج فيديوهات ديال المنهجيات اللي لحت هذاك العام. تمشي للمنهجيه ديال النص والقوله نيت باش تفهمهم بجوج. هذاك الشيء اللي تندير انا في الفيديو بالضبط. هي انا الفيديو دايرو على الدوله بين الحق والعنف، انت غادي ديرو على مشروعيه الدوله وغايتها. تطلق الفيديو تشوف هذاك الشيء اللي درت غادي تحبس غادي تطبق، غادي تطلق الفيديو غادي تشوف هذاك الشيء اللي درت غادي تحبس غادي تطبق. والتطبيق راه غادي تنقل كل شيء من الدفتر اللي حداك اللي اصلا انت ملخص فيه كل شيء اللي غادي تحتاج. بالنسبه للتعبير اللي ما عندكش شنو هو احسن حل، والتعبير باش دير في بالك راه غادي تحتاجوه في الاطروحه. تحط الاقوال ديال الفلاسفه قدامك غادي تقراهم وهما اللي غادي تهز منهم الافكار، هما اللي غادي تانسبيرا منهم. وغادي نعطيك مثال باش تفهم مزيان وتمشي مهني. الوطني اللي قلنا ديال 2018 اللي غادي نخدموا عليه القوله اللي فيها اش تقول للدوله على وجه العموم غايه نبيله هي احلال القانون في مجال التعامل بين الناس محل القوه. يعني القوله اش تقول لينا باللي الغايه ديال الدوله هي استعمال القانون بلاصه القوه في التعامل ديال الناس بيناتهم. هذه هي الاطروحه. كيفاش نتوسعوا فيها؟ احنا اصلا عندنا جوج فلاسفه يقولوا نفس الهضره. ها واحد الاطروحه صغيره انطلاقا مما تقدم. وعلاش كاتبين انطلاقا مما تقدم؟ احنا اصلا كاتبين المقدمه. نستهل عرضنا بالوقوف عند القضيه المركزيه التي يعالجها النص والتي مفادها ان الغايه الاسمى من وجود الدوله هي احلال القانون في مجال التعامل بين الناس محل القوه، اي ضمان حقوقهم الاساسيه كحق
الامن والحريه، بالاضافه الى تحقيق المصلحه العامه بين المواطنين بعيدا عن التسلط عليهم وكذا ارهابيين. هادشي كله جبناه من الهضره ديال الفلاسفه، زعما راه حنا اللي قلناه. وبغينا نزيدوا واحد المثال، فمثلا قد تنزل الدوله ببعض المجرمين اشد العقوبات، لكن هذه العقوبات تكون محكومه بقوانين معروفه ومتفق عليها، الى جانب حرصها اي الدوله على عدم استخدام اساليب العنف والتعذيب في حقهم عندما يتم القبض عليهم، بالاضافه الى محاوله اعاده تاهيلهم وكذا الحرص على ادماجهم في المجتمع بعد انقضاء وقت عقوبتهم. وهذه هي الاطروحه، وكما شفتي كاع الافكار خديناهم من الاقوال ديال الفلاسفه. وباش نوريك بلي هادشي راه كاين فيه ما يتقال، كاين واحد اخر ممكن يجيب لك اطروحه اخرى من القول نفس السياق، يقول لك فاش تقول لنا القول للدوله على وجه العموم غايه نبيله هي احلال القانون في مجال التعامل بين الناس محل القوه، فراه كتعني مثلا بيني وبينك تخاصمنا بلاصه ما نخدموا العنف ولا القوه نلتجئوا للقانون. هذه هي الغايه ديال الدوله، وهذه هي الاطروحه. حتى هذه الاطروحه راه فيها ما يتقال. غادي تقول لي دابا انت الا كانت الاطروحه ديالي غلط، غادي نقول لك اهم حاجه هي ما ديرش العكس ديال الاطروحه. هما تيقول لك يلاه للشرق انت تقول لهم يلاه للغرب. تبع المنهجيه، حط الاقوال ديال الفلاسفه قدامك وتانسبيرا منهم، زيد واحد المثال من الحياه الواقعيه باش تعزز الراي ديالك، وراه كلشي ان شاء الله غادي يكون مزيان. راه عندك 3 ديال السوايع، راه ما تفكر وفكره تجيب فكره. خلاصه ديال الفيديو كيفاش غادي تراجع الفلسفه، غادي تحتاج الاقوال ديال الفلاسفه، المقدمات، المفاهيم والمنهجيات تفهمهم. هادشي غادي تنقلوا في واحد الدفتر بوحدو في واحد الجهه بواحد الشكل اللي زوين ومنظم. من بعد غادي تشد وطنيات غادي تخدم عليهم، تشوف اما من الفيديوهات ديالي اما من الفيديوهات ديال واحد الشخص اخر. كنصحك باش ما تشوفش الفيديوهات ديالي، تشوف فيديوهات اخرين وناس اخرين كيفاش يخدموا وطنيات باش تاخذ منهم افكار وتاخذ الاسلوب ديالهم. داكشي اللي تيديروه هما على شي موضوع بتديروا انت على موضوع اخر بالحرف بتي تنقل منهم، ولكن المعلومات مختلفين. انت بتي تهز من الدفتر ديال هذاك اللي خصك على حسب الموضوع اللي خدام عليه، بتي تبقى تتعاود نفس العمليه بعد 3 حتى 4 ديال المرات كاع تلقى راسك بتي تحفظ الاقوال ديال الفلاسفه، بتي تحفظ المفاهيم، ولا تيجيك ساهل جدا تخدم على وطني. وكانت هذه هي احسن طريقه باش تخدم في الفلسفه، واخا تكون غبي جدا، حيت راه هي تتنقل من عباد الله شنو تيديروا وتنقل من المعلومات اللي انت جمعتي. كنتمنى نكون وصلت لك الفكره كما يجي. غدا ولا بعد غدا ان شاء الله غادي نبداو من جزئيات الوضع البشري باش غادي نبقاو نخدموا على وطنيات ان شاء الله، ونديروا نصائح كيفاش تجبد نقيطات والقوالب كيفاش تخدم الوطني. بلا ما نوصيك جاوب شي كومونتير زوين، ولا الا عندك شي اقتراح ولا شي سؤال. كان معكم محمد المصراوي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.